خليني نبدا بسؤال بسيط. واش سبق لك حسيتي ان العالم كله واقف ضدك؟ انت كتحاول وكتكافح وكتبذل اقصى ما في جهدك، ولكن دائما كاينين اللي كيوقفوا في طريقك، كينتقدوك وكيقولوا انك عمرك ما غادي تنجح. فهذه هي الحياة وهذا هو العالم. ولكن واش عرفتي اشنو؟ خليهم يهضروا، خليهم يهضروا، خليهم يرميوا كلماتهم الجارحة، خليهم يشكوا في قدراتك، خليهم يستهزئوا من احلامك، حيت هادوك اللي كيهضروا ما عارفين والو، وان كلماتهم ما كتحددش شكون انت، ولكن الاشياء اللي كدير هي اللي كتحدد شكون انت. تفكر دائما ان حتى واحد ما يقدر يحدد مصيرك من غير نفسك. انت اللي كتملك القوة باش تغير حياتك، باش تصنع المستقبل ديالك وتحقق احلامك. ما تخليش كلام الاخرين يسحبك للوراء، ولكن تستخدمها كوقود يدفع بك للامام. كل كلمة سلبية هي فرصة باش تثبت العكس، كل نقد هو حافز باش تكون افضل. فكر في كاع الابطال اللي كتعرفهم، واش كتظن انهم ما واجهوش نفس الانتقادات؟ بطبيعة الحال واجهوا، ولكن اختاروا يخليو ديك الكلمات تتلاشى في ضجيج النجاحات اللي حققوها. اختاروا انهم يركزوا على اهدافهم، على الشغف ديالهم، على العمل الجاد. انت اقوى مما كتعتقد، واذكى مما كيظنوا، واكثر قدرة مما كيتخيلوا. يكفي انك تآمن بنفسك وتثق في قدراتك. شوف في المستقبل بعيون متحمسة وبامل ما كينكسرش وبعزيمة ما كتهتزش. الحياة مليئة بالتحديات، ولكن ايضا مليئة بالفرص. كل يوم هو صفحة جديدة، كل لحظة هي فرصة باش تكون افضل، باش تثبت للجميع انك قادر. كلمات الاخرين ما كتهمش الا كنتي صادق مع نفسك. خليهم يهضروا وفي نفس الوقت خدم اكثر. خليهم يشكوا فيك وفي نفس الوقت تثبت لهم العكس. خليهم يستهزئوا وفي نفس الوقت تقاتل باش تحقق احلامك. العالم كينتظر ابداعك، كينتظر انجازاتك. ما تتوقفش، ما تنكسرش، ما تستسلمش. خليهم يهضروا وانت صنع التاريخ. انطلق بكل شغف، انطلق بكل قوة، انطلق بكل عزيمة. انت الامل، انت المستقبل، وانت اللي غادي تغير العالم. وقبل كل شيء توكل على الله وخذ بالاسباب. في امان الله.